السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال ده. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، اذكروا الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لا اله الا الله وحده لا شريك له. النهارده باذن الله الفيديو بتاعنا حلو جدا وان شاء الله تستفادوا منه كتير قوي، لكن قبل ما ندخل على محتوى الفيديو اضغطوا لايكات كتير وشجعوني انزل لكم كل جديد. مبدئيا كده هنسمي الله ونبدأ بسعر الفراخ البيضة. لكن في الاول كده عايزه اقول لكم ان في ارتفاع امبارح في اسعار تنفيذات الفراخ البيضة وكمان في اسعار الفراخ الساسو. مبدئيا كده هنسمي الله ونقول سعر كتكوت الابيض الاهالي النهارده اللي المفروض يعني رفعوه من جنيه ونص. في شركات رفعت من جنيه لجنيه ونص ل 2 جنيه، وده سببه ان في زياده 2 جنيه في سعر الكتكوت. مبدئيا كده وكنا متوقعين ان هيكون في ثبات طول شهر 7، لكن طبعا لو اسعار اللحم بتتغير واسعار العلف كمان بتتغير فبيقوموا رافعين سعر الكتكوت. طبعا الجو حر جدا للناس اللي عايزه تنزل تحط تحت تربيه الفراخ 1000 خط، عشان تبقى عارفه ومتاكده ان تربيه الفراخ في الحر لازم يكون في مكان مهيأ ليهم، ما تفرحوش لنزول سعر الكتكوت وتجروا تجيبوا كتكوت وما تعرفوش تولوه مظبوط. مبدئيا كده هنسمي الله ونقول سعر كتكوت الابيض الاهالي النهارده واللي عامل 14 جنيه، وسعر كتكوت الشركات النهارده واللي بدأ من 18 لحد 22 جنيه، وكان امبارح 18 جنيه و20 جنيه. كتكوت كويس جدا. اما بالنسبه بقى لاسعار البلد الحر النهارده 6 جنيه، والبلد المشعر النهارده 8 جنيه. ولما نقول 8 جنيه يا جماعه الخير بنقول 8 جنيه بالحقن. اما في ناس بتبيع الكتكوت ب 10 جنيه البلدي ومش محقون، فهو سعره بدون حقن 6 جنيه ونص وبالحقن 8 جنيه. ده البلد المشعر، عشان في ناس بتاخد طبعا الاسعار من الفيديو، ففي ناس تقول 8 جنيه، طب هو مش ب7، طب هو مش لا هو ب6 ونص من غير حقن. ده البلد المشعر. اما 8 جنيه بالحقن بتاعه، وقليل جدا لما حد يحقن لكم طبعا، عشان احنا بنحقن كميات فبنحقن الكل ما فيش مشكله. اما بالنسبه للبلد الهجين النهارده 10 جنيه، والهجين العالي النهارده 14 جنيه، والساسو الشفر 13 جنيه، وساسو جيل تاني 11 جنيه، و رز فرز برابر 10 جنيه، ورز على وشه 14 جنيه، ورز فرز ديوك النهارده 18 جنيه، وجميزه بيور 16 جنيه. الناس بقى اللي بتقول ليه اسعار الجميزه بتختلف عندك عن مكان تاني، يا جماعه الخير للاسف الشديد في ناس كتير جدا جدا بتبيع الجميزه فرز، يعني تاخد الجميزه تلاقيها كلها برابر ما فيهاش ديوك تماما، فدي بتبقى جميزه فرز بتتباع رخيصه، اصلا رخيصه خالص. بياخدوا جميزه فرز ديوك يبيعوها تسمين للمزارع ويبيعوا للاهالي او للقطعان جميزه عاديه خالص اللي هو بتبقى فرز برابر، وبيبقى فيها المفروض يعني 15% سرد كمان، فالسعر عن سعر ممكن يختلف. ناس كتير جدا بتقول اسعارك رخيصه جدا جدا ومش موجوده عندنا، وفي بعض الناس علقوا امبارح او حد جاب لي كومنت امبارح قال لي الجميزه عندك غاليه عند قناه تانية او عند حد تاني بيعرضها، او معمل معرفش اسمه ايه بيعرضها، فبيعرضها على 13 و15. طيب ده جميزه فرز برابر بتتباع اصلا عندي انا ب 10 جنيه في وسط الرز فرز البرابر، يعني مع الرز فرز البرابر بنطلع الجميزه اللي هي اللي حضرتك بتقول عليها السعر ده، بتطلع في قلب فرز البرابر وبتطلع ب 10 جنيه مش ب 13 ولا ب 15. ده توضيح بس عشان برضو من حقكم عليا ان انا اوضح لكم كل حاجه. طيب مبدئيا كده كتكوت الرومي اللي نزل ل 35 جنيه، رومي بلدي وبرونزي 35 جنيه، وسمان عمر يوم ب5 جنيه ونص ابيض واسود. واسعار البط، سعر البط المسكوف الار 41 37 جنيه، والمسكوف المخلط 32 جنيه، والمولر المحل 32 جنيه، والشرفان 14 جنيه، والفرنساوي البيور 18 جنيه، والبكيني العاده 12 جنيه. اما عن اسعار التنفيذات، في تنفيذ كيلو الفراخ البيضاء اللي رفع ل 67 جنيه النهارده، والمفروض هيتباع في المحلات ب 75 ل 80 جنيه، والساسو رفع كمان النهارده من 95 ل 105 جنيه، رفع 10 جنيه في الكيلو 105 جنيه تنفيذه، بتباع النهارده في المحلات ب 115 و120 جنيه. اما بالنسبه بقى لاسعار الرز فرز
فحمر، ورز فرز ديوك ورز فحمر، يعني رز في ديوك في برابر اللي هو على وشه وهو صغير، لما بيكبر بيكون رز فحمر. رز فرز ديوك الاثنين 110 جنيه النهارده تنفيذ، وبتباع للمستهلك ب 120 جنيه. اما البلد الحر والبلد المشعر اللي رفع كمان النهارده ل 118 جنيه، بتباع النهارده في المحلات ب 130 جنيه. اما بالنسبه بقى لاسعار الرومي الاسود النهارده 115 جنيه تنفيذ، بتباع للمستهلك 135 جنيه، وكان النهارده في السوق ب 135 جنيه فعلا. والرومي الابيض النهارده 95 جنيه، وبيتباع النهارده في المحلات ب 110 الكيلو. واسعار البط السوداني او البلدي تنفيذ من ارض المزرعه 120 جنيه للكيلو، بتباع النهارده في المحلات ب 135 جنيه. الناس هتقول لي ليه ذكر البط اتباع اللي الكيلو بيتباع ب 135 وهو ب 120؟ عشان البط تنظيفه صعب جدا، فبياخد صنعه او بياخد شغل، فبتباع ب 135 جنيه. وكمان البط البيور تنفيذ النهارده 58 جنيه للكيلو، بتباع في المحلات ب 90 جنيه. والبط المولر تنفيذ النهارده 70 جنيه، بتباع في المحلات النهارده ب 90 جنيه وب 100 جنيه كمان البط المولر او البغال. اما بالنسبه للبط المسكوفي النهارده تنفيذ من ارض المزرعه 90 جنيه الكيلو، بتباع في المحلات ب 110. اما عن اسعار الارنب النهارده 86 جنيه تنفيذ من ارض المزرعه، بتباع للمستهلك النهارده من 90 ل 95. ولقيت لكم ناس عارضه لسته كده بالاسعار بتاعتها، بتبيع الارنب ب 110 جنيه الكيلو، معرفش ليه بصراحه. اما بالنسبه للحمام فجوز الحمام البلدي بادئ من 125 لحد 150 جنيه. وكمان اسعار البيض، سعر طبق البيض البلدي النهارده 135 جنيه من ارض المزرعه، بتباع للمستهلك ب 150 جنيه. وسعر طبق البيض الاحمر النهارده من ارض المزرعه 146 جنيه، بتباع للمستهلك ب 153 جنيه. وسعر طبق البيض الابيض النهارده تنفيذ من ارض المزرعه 138 جنيه، وبتباع للمستهلك ب 145 جنيه.